السلام عليكم يا جماعة. أنا جاية أتكلم بخصوص موضوع بتاع الدكتورة هبة قطب. واللي ما يعرفش الموضوع بتاع الدكتورة هبة قطب، الدكتورة اللي احنا كلنا بنتفرج عليها وبنستمع لكلامها وبناخد بنصايحها وبنعتبرها قدوة وحد محترم وحد يعني ايه له كلمته المسموعة، يعني أو له آراءه أو له ثقافته، فبنفتخر بيها. لكن الموضوع اللي حضرتك عملتيه دوت حاجة ما تشرفش خالص، وحاجة تقل منك، وحاجة تخليني عايزة اقول لك ان انا بمنتهى الصراحة انت نزلتي من نظري. الدكتورة هبة قطب عملت ايه؟ اتصلت بمحل حلويات وطلبت طبق حلويات. كل ده حاجة كويسة جدا، وطلب مشروعه بألف هنا وشفا. عامل الدليفري جايبه لها على الطريق السريع، والطبق بتاع الحلويات طار من على المكنه. طار من على المكنه الدائري. انتوا عارفين الطريق الدائري عامل ازاي؟ يعني حاجه كده بتاعت ما ينفعش حد يقف عليه. اتصل بيها اتصل بيها وبيبلغها، بيقول لها حضرتك الطبق وقع مني من على الدائري، حضرتك دلوقتي انا اتصرف ازاي؟ ابعت لحضرتك فلوسه ولا اعمل لك طبق غيره؟ المهم تروح رد عليه هي بايه؟ بكل تعالي وبكل تسلط، وتقول له لا، هات الطبق اللي انت يا وقعته، الطبق اللي وقع منه من على الدائري. انا عايزه اقول لكم قسما بالله، واحنا بنودي عفش بنتي عروسه، طار بطانيه من على العربيات على الدائري، ما عرفناش نجيبها. والله العظيم ما عرفنا نجيبها، وقلنا يلا في داهيه بدل ما حد ينزل يجرى له حاجه. يلا بطانيه مش طبق حلويات. هو حضرتك ناقصه تمن طبق الحلويات؟ طب ما فيش عندك حته انسانيه كده؟ تتخيلي ان الشاب اللي بيجيب لك طبق الحلويات ده شاب ممكن يكون من دور اولادك ويحصل له اي حاجه؟ يعني كان ممكن تقدري ظروفه، تقدري ظروف الشاب الشقيان ده، الشاب الشقيان اللي واخد الطبق على المكنه على الدائري. ما كنت طلبتيه بقى بأوبر كان راح جابهولك. مش تعذر بقى؟ مش يبقى فيه شوية رحمة؟ لا، تعمل ايه حضرتها بقى؟ تتكلم الشاب بطريقة زي الزفت، وان انت ما ينفعش تشتغل كده، وان انت مش عارف ايه، وان انت مش امين، وانت. وطبعا بلغت في الشغل عنده عن الكلام ده كله، وحطيته في موقف زي الزفت، واهانت الشاب لدرجة ان والده لما عرف اللي حصل لابنه جات له سكتة قلبية ومات. الراجل مات مقهور على اللي حصل لابنه. تخيلي انت بقى هيبقى عندك ضمير؟ هتعرفي تنامي؟ هتعرفي ترتاحي؟ هي الناس دي لما ربنا بيديها وبيشيل من قلوبها الرحمة ليه؟ ليه ربنا بيشيل من قلوبهم الرحمة وما بيبقوش حاسين بالناس اللي شقيانة وتعبانة؟ ده انت يعني ايه، لو طلبت الدليفري باوبر كان هيجيلك يا سنتي، التحدي مقتدر. لكن الشاب الغلبان ده اللي شقيان ومتمرمط وبيجري على الدائري رايح جاي ومعرض حياته للخطر عشان شوية جنيهات يمشي بيها حاله على قده. انا عايزه اقول الرحمه، وعايزه اقول لحضرتك كده انت نزلتي من نظري بالامانه، نزلتي من نظري. وعايزه اقول لكل واحد عشان ربنا يزيدك احمد ربنا وقدر غيرك، وارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ارحموا من في الارض، وبلاش التكبر والتعالي والسرعه اللي بقيتوا فيها دي. الفلوس ما بتغنيش حد، الفلوس ما بتغنيش النفوس ابدا ابدا. النفوس يتعليك يا تخفز بك الأرض، بس تعلي أخلاقك، لكن هتخفز بك أنت الأرض. ماشي؟ لو عليت بأخلاقك بالفلوس اللي بتتكلم عليها دي، لو ركنت الفلوس. الله يرحمه أبويا كان بيقول حط الفلوس تحت رجلك تعليك، اوعى تحطها فوق دماغك تقطم رقبتك. انا مش عارفه بصراحه انت هيجيلك نوم ازاي، ولا ضميرك هيبقى مرتاح ازاي بعد اللي انت عملتيه وتسببتي في ان راجل زي ده يموت مقهور على ابنه. مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم وكل بني ادم ما يرحمش الاضعف منه.
شيّروا الفيديو ده يمكن حد تاني يحاول يعمل كده يتعظ من اللي حصل. سلام عليكم، وتعزية ل للابن في أبوه، تعزية للابن في أبوه، وعايزة أقول له أنت راجل وربنا يقويك يا رب، أنت أحسن من ناس كتير أوي. سلام عليكم.